ويا مساء الخير. الليلة أنا حأديكم أسرار المنين يا جماعة. عشان انتوا تعملوا منين بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، أبدا ما محتاجين لمقادير. المقادير سهلة جدا والكل ممكن يكون بيعرفها. بس عشان انت تعملي منين ناجح بالجمال اللي انت شايفاه ده، أول حاجة المنين لازم يكون معاكي أملس من فوق وشكله جميل كده زي ما انت شايفة، والعجينة ما تكون معاكي مشققة ومفتتة. وكمان برضو علشان تتفادي قصة انه المنين يكون بيكش معاكي. طبعا كل الناس اللي بتشتغل منين بتواجههم مشكلة انه العجنة بتكش بعد التقطيع. فانا في الفيديو ده حاتفادى لكم الحتة دي وحاديكم التكنيك اللي انا بعمله عشان المنين ما يكش معي. اول حاجة هنا انا حاستخدم القطاعات زي ما انتم شايفين. الليلة حوريكم كولكشن سويت ذهب لقطاعات المنين. القطاعات الاثنين اللي وريت لكم البيضاوية وكمان المستطيلة ديل من كولكشن سويت ذهب لقطاعات المنين. وكمان اول مرة حاستخدم اختام المنين. والقطعتين الاثنين الشكل المائل وكمان الشكل المشرشر ديل طلبية كان خاصة عملناها للزبونة. فانتوا اذا حابين انه نعمل لكم طلبية خاصة فبترسموها وبترسلوها لي وانا بعمل لكم بنفس المقاسات اللي انتوا عايزينها. وتعالوا ندخل هنا في مقادير العجينة للمنين. أنا حأعمل حوالي 750 جرام من الدقيق. 750 جرام من الدقيق حاخد عليهم أول حاجة المكونات السائلة مع بعض، موية. ممكن تستخدموا حليب بس أنا بستخدم موية. الموية في المنين بتديكم نتيجة تحفة، والزيت في المنين بيديكم نتيجة أرهب بكتير من إنكم تعملوا المنين بالسمن. بالزيت بيديكم نتيجة تحفة جدا جدا. أول حاجة بالنسبة للمقادير، كوباية معيارية من الزيت عليها كوباية معيارية من الموية عليها كوباية معيارية من السكر. بعد كده حأضربهم كويس جدا جدا مع بعض. وبعد كده حأضيف عليهم ملعقة صغيرة من الباكنج باودر وملعقة كبيرة من النشادر ورشة ملح طبعا أساسية. وانا اضفت ملعقتين كبار من حبة البركة. انا بحب حبة البركة تكون كتيرة جدا في المنين. تمام. بعد كده حابتدي اقلب المكونات كلها كويس مع بعض واتاكد انه السكر ذاب معي. بعد كده حابتدي انه انزل بالدقيق بالتدريج. انتوا هنا شايفين انا بحرك يدي بسرعة بس لانه انا مسرع عليكم الفيديو. بس انا بحرك بقلب تقليب خفيف. باخد شوية دقيق وببتدي انه اقلب بالمضرب. ابدا ما تدخلوا يدكم، ابدا ما بتستخدموا عجان في المنين. تمام. بعد ما خلاص انا قلبت شويه كده بالمضرب، العجينه بتكون معاكم سايله كده تشبه عجين الكيك. بعد كده حابتدي انه اخد كميه من الدقيق شويه شويه. طبعا انا حازود وبملعقه خشبيه حابتدي انه اقلب. وبرضه زي ما انتم شايفين هنا انا بقلب بسرعه بس انا ابدا ما بقلب بسرعه، انا بقلب تقليب بطيء جدا جدا بس عشان انا مسرع عليكم الفيديو فانتم ممكن تشوفوا حركه يدي سريعه. تمام. حنبتدي انه نقلب بملعقه خشبيه. عدو المنين اليد. اول ما تدخلي يدك في المنين على طول العجنه حتبتدي تكش معاكي وانتي شغاله فيها. اوكي. هبتدي اضيف الدقيق بالتدريج. المقادير اللي انا اديتها لكم دي مقادير مظبوطه جدا جدا. انا هكتب لكم في التعليقات عشان تعملوا لها سكرين شوت. اوكي. بعد ما عجنت العجينه كويس جدا بعد كده هاغطيها وهخليها ترتاح لمده نص ساعه. بعد نص ساعه هنا انا هاقسم العجينه على اتنين. الكميه ما كبيره كميه العجينه، افردها على فردتين. اوكي. يعني حاقسم العجينه على اتنين وحافرد جزء وبعد كده حافرد الجزء الثاني. اول حاجه حطبطب بيدي شويه العجينه علشان ابدا ما محتاجين انه نحن نقلب في العجينه كتير بيدنا، علشان كل ما قلبنا كل ما العجينه كان فيها عرق كل ما العجينه بعد الفريد والتقطيع حتكش معاكم. اوكي. حطبطب العجينه شويه بيدي وبعد كده حابتدي انه افرد بالفراده. ممكن تاخدوا مثلا ورق زبدة أو كيس وتفردوا عشان يسهل عليكم الفرد. بس إنه أنا عادي متعودة إنه بفرد بيدي. الفرادة اللي بيكون فيها مقاسات بالأطراف دي حلوة جدا، عجبتني في فرد المنين بالذات علشان يجيني كله بمستوى واحد. أنا دايما بستخدمها للكوكيز بس أول مرة استخدمها للمنين حبيت إنه أدتني الفردة متواسية وكل المنين طلع بنفس الارتفاع اللي أنا عايزاه. بعد كده هتجوا تختموا. طبعا اذا انتوا عندكم اختام المنين يا جماعة، الاختام بتاعت المنين ابدا ما كنت متخيلة انه ممكن تطلع بالجمال ده. حسيت انه بعد ما اختم وارفع الختم حيكون ما ظاهر كويس، وكمان بعد الخبز برضو حيكون ما ظاهر. بس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله النحت بتاع الختم ممتاز جدا جدا. وحتى كمان بعد التسوية بيكون الرسمة ظاهرة حتشوفوها معي إن شاء الله في نهاية الفيديو. بالنسبة للتقطيع أنا هنا قطعت لكم بكذا شكل من القطاعة، بس عايزة أنبهكم لحاجة إنه أنتوا
العجينة اللي بتفردوها تقطعوا فيها بقطعة واحدة علشان التقطيع بتاعكم يكون قريب من بعض، يعني القطعة والقطعة يكونوا قريبين من بعض، علشان ما يكون عندكم بقية فواصل عجين كتيرة وتضطروا انكم تعجنوها مرة تانية، لانه زي ما قلت لكم المنين عدو العجن. فاذا انتوا عندكم مثلا كذا تشكيلة من القطاعات وحابين انكم تقطعوا بيها، فكل فردة من العجين كل ما تفردوا عجين اقطعوها بقطعة واحدة. انا هنا قطعتها بكذا تشكيلة من القطاعات بس عشان التصوير وعشان اوريكم القطاعات. اوكي، بس انه انتوا اذا بتقطعوا مثلا بقطعه مستطيله تخلصوا كامل العجينه بالقطعه المستطيله عشان تكونوا ماشيين على نمط معين ومتواسي، ما يكون عندكم هدر كتير من العجين، وتقطعوا قريب من بعض عشان ما يكون في فاصل بين العجينه والعجينه وتضطروا انكم تعجنوا. اوكي، بس انه طبعا انا عشان التصوير فقطعتها بكذا شكل، وحتحسوا انه في فواصل بتاعت عجين كتير، بس كله يهون عشان خاطر عيون التصوير. اوكي، انا هنا حاقطع وحارص المنين زي ما انتم شايفين. ما شاء الله يا جماعة العجينة من فوق، انا المنين دايما بشوف مثلا الناس بتكون عاملة منين بيكون من فوق بيكون مشرشر كده وما بيكون املس. شايفين العجينة هنا ما شاء الله تبارك الله ملساه من فوق، النحت بتاع الأختام كان ممتاز جدا أبدا، ما كانت مشرشرة، فأداني نتيجة بجد تحفة بدون ما أنا أضطر إنه أعجن العجينة كتير وأنعمها. فأنا هنا بوريكم كمان برضو خطيت لكم القطاعات على المنين قبل ما أدخله الفرن عشان أوريكم إنه القطاعة قدر القطعة اللي أنا بعد ما خطيتها في الصينية وأبدا ما كشت. بعد كده حدخله على الفرن طبعا حسويه. شايفين يا جماعة ما شاء الله تبارك الله النحت تحفة. أنا اتخيلت إنه بعد ما يدخل الفرن حيروح النحت أو ما حيكون ظاهر الشكل بتاع الأختام، بس كان ما شاء الله تبارك الله ممتاز جدا. ودي وصفتي للمنين وأسرار شغل المنين. لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا لي في الكومنت وأنا إن شاء الله حجاوب عليكم، وأشوفكم أنا إن شاء الله في فيديو جديد بكرة، وفي أمان الله.